سنة 2013 بنت كندية اسمها إليسا لام كانت مسافرة لوحدها لمدينة لوس أنجلوس، ونزلت في فندق قديم اسمه سيسل. الفندق اللي ليه تاريخ مرعب مليان جرائم وانتحارات. في البداية كانت إليسا بتشارك يومياتها على الإنترنت عادي جدا، لكن في يوم اختفت فجأة، مرجعتش أوضتها وموبايلها اختفى معاها. الشرطة دورت في الفندق كله وما لقوش أي أثر، لحد ما قرروا يشوفوا كاميرات المراقبة، وهناك لقوا فيديو غريب جدا في الأسانسير. الفيديو بالأبيض والأسود، بيظهر إليسا وهي دخلت المصعد لابسة جاكيت أحمر غامق وشورت أسود، بتضغط بسرعة على كل أزرار الطوابق بس الباب ما بيقفلش. بدأت تبص يمين وشمال كأنها سامعة صوت حد. تخرج برا المصعد، تبص وترجع بسرعة كأنها بتستخبى من حاجة. بعد ثواني بدأت تتحرك بغرابة، إيديها بتتحرك كأنها بتكلم شخص مش شايفاه، خطواتها سريعة ومضطربة. بعدها خرجت من المصعد واختفت عن الكاميرا، والباب اتقفل لوحده. ودي كانت آخر مرة تشوفت فيها إليسا لام. بعد أسبوعين نزلاء الفندق اشتكوا إن المية لونها غريب وطعمها سيء. لما العمال طلعوا لخزان المية فوق سطح الفندق وافتحوه لقوا جثة إليسا جو. الخزان مقفول بكود وسقله تقيل وصعب يتفتح، ومفيش أي دليل على جريمة قتل أو انتحار واضح. الشرطة قالت إن السبب حادث عرضي، لكن الناس شافوا الفيديو وقالوا إن في حاجة غريبة حصلت في المصعد، حاجة محدش قدر يفسرها لحد النهاردة، وتعتبر واحد من أكتر الجرائم المرعبة والغامضة اللي اتصورت في التاريخ، لأن لحد دلوقتي محدش يعرف إيه اللي كانت شايفاه إليسا، ولا إزاي انتهت حياتها فوق خزان المية.